السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات كرة مع فلفل. طبعا في الأول أحب أعرفكم على نفسي. أنا اسمي محمد وشهرتي فلفل، من عشاق النادي الأهلي. 35 سنة أو أكتر بشجع النادي الأهلي الحمد لله. وطبعا فريق كبير، فريق عظيم، فريق كل البطولات. هنبدأ أولى حلقاتنا النهاردة بتقييم على مدرب النادي الأهلي الجديد. بس فضلا وليس أمرا، لو الفيديو عجبكم إن شاء الله لايك ومشاركة وزر الجرس والحاجات اللي انتوا طبعا عارفينها دي باذن الله. طبعا يمكن انا ما عملتش حلقتين اللي فاتوا لان بصراحه ربنا، بصراحه انا مش عاجبني اداء المدرب. انا راجل اهلاوي، شفت مدربين كتير قوي، يمكن في مدربين كمان مصريين مسكوا الاهلي كانوا احسن من المدرب اللي موجود دلوقتي. ده رايي الشخصي. فيعني خلينا كده مع الجماهير، اللي هو ان احنا نصبر شويه الثلاث اربع ماتشات جايين ونشوف الدنيا بقى هتمشي ازاي. لكن انا بصراحه ربنا من اول ما شفت المدرب النادي الاهلي اكبر من المدرب ده بكتير. مدرب قليل. اكبر دليل على كلامي ان المدرب ده راجل بيلعب في ماتش يكسب يروح نهائي افريقيا كسبان بيراميدز 1-0، هنا يتعادل يجيب الجون التاني يتعادل ويتغلب. فواضح ان برضو الفكر قليل، محدش بيقول لي اصل امكانيات لعيبه الكلام ده. حتى في كاس العالم للانديه احنا كانت حجه الحجه ان هو لسه راجل جديد، راجل كان ممكن مجلس اداره النادي يشيل الحرج ويرفع الحرج عن الجماهير وعن الدنيا كلها، ويخلي كابتن عماد النحاس عامل 8 9 ماتشات جامدين جدا وكسبان بيهم ورجع لنا الدوري وعمل معانا شغل كويس، وعمل خلى الفريق ليه شكل. كان ممكن يخليه يكمل التلات ماتشات دول، وانا في اعتقادي الشخصي ان هو كان ممكن يكسب وكان ممكن يصعد كمان. فادينا هنشوف. انا طبعا هنسيب لحضراتكم طبعا في التعليقات لو رايكم في المدرب، وهل انتوا حابين هو يكمل ولا يمشي. ان شاء الله ان شاء الله ربنا بس يوفق الاهلي ان شاء الله في الماتشات الجايه. في عندنا ماتش مهم، ماتش غزل المحله ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله تعالى، ربنا يسهل ونكسب. ده طبعا حاجه كده نبذه بسيطه بس عن خاطر المدرب. انا الماتش اللي فات والماتش اللي قبليه انا بصراحه مش شايف شكل واضح للنادي الاهلي. يعني مش شايف جمل، مش شايف تكتيك. يعني انا دربت في نادي نشو شباب العمال، فرقه درجه رابعه. عايز اقول لك ان انا كنت يعني كان في تريكايه ممكن العب عليها طول الماتش. يعني انا مثلا كنت بدرب فريق 2007، كنت عامل مثلا تريكايه بلعب عليها. انا لحد دلوقتي مش شايف ان المدرب عامل تريكايه مثلا بيلعب عليها او عامل لعبه معينه مثلا شغال عليها. آه، يمكن هي بس التحركات بتاعت لو طبعا الاهلي طبعا بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، معاه لعيبه تقيله جدا جدا جدا، احسن لعيبه في مصر وافريقيا كلها. فطبعا يعني لو عايز اقول لك لو انا مسكت النادي الاهلي حاليا دلوقتي مش هاخد بيه بطولتين ثلاثه على الاقل. لو انا قعدت كده اهوت ومسكت النادي الاهلي هاخد بطولتين. فانا نفسي ان المدرب يعمل شكل، يثبت على تشكيل، تغييراته تبقى فيها ايجابيه شويه، لان دلوقتي في الماتشين اللي فاتوا التغيير بتغيير. اطلع نص ملعب انزل نص ملعب، اطلع مهاجم انزل مهاجم. مفيش مثلا تغيير في شكل الفرقه، مفيش ان انا مثلا بلعب 4-1 4-1 اروح مغيرها 4-4-2 وازود شويه اغيرها 4-3-3. اللي هو يعني انا لحد دلوقتي لسه ما فيش ملامح، فهنقول مثلا هنصبر. بس هو الراجل عمل معسكرين في واحد خارجي واحد داخلي برضو. حتى يمكن المعسكر الداخلي كانت النتائج بتاعته مش ايجابيه يعني قوي، ولا اللي هو بالشكل المناسب. فربنا يسهل ان شاء الله الفتره الجايه نشوف في الماتش الجاي بتاع المحله ان شاء الله قبل التوقف بتاع المنتخب. ان شاء الله ربنا يوفق المنتخب ان شاء الله ويعدي المرحله بتاع كاس العالم ويفرحنا ان شاء الله كابتن حسام حسن ان شاء الله. انا بشوف ان ربنا يسهل نلاقي شغل زي كده من ايام موسيماني فايلر، كولر اخر حاجه. يمكن انا كان رايي في كولر قبل ما يمشي. كنت قاعد مع اولادي وكده بتكلم معاهم لما حسيت ان هو خلاص جاب اخره او مفيش جديد، قلت لهم ده كده خلاص اعتقد ان هو كده خلاص مش هيكمل، وفعلا كلامي اتحقق وما كملش. فانا شايف برضو انا وجهة نظري، وده برضو سايب تعليقات ان شاء الله
رايكم في الفيديو، ان انا شايف ان المدرب دوت ما يكملش. يعني انا اللي انا شايفه ان المدرب دوت في مدربين احسن بكتير، سواء مدربين بره او مدربين جوه مصر. يعني كابتن علي ماهر حدث ولا حرج، كابتن مجدي عبعاطي حدث ولا حرج. يعني مثلا لو هنقول من ابناء الاهلي ده، لو كابتن محمد يوسف مسك حاليا، مش عايز اقول لو كابتن محمد شوقي اللي كان ماسك في الجهاز، يعني مع كابتن عماد النحاس، لو كابتن عماد النحاس اساسا كمل حاليا، انا شايف ان شكل الاهلي هيبقى احسن بكتير. طبعا ربنا يوفق الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله تعالى مستني تعليقاتكم في الفيديو، ان تشوفوا تقييم المدرب في الفتره اللي فاتت من اول كاس العالم لحد الماتش بتاع اللي فات اللي هو احنا كسبنا فيه 4-1. آه، وربنا يسهل. بشكركم طبعا على الوقت اللي انتوا هتسمعوني فيه يعني، واتمنى من ربنا ان يكون الكلام اللي انا قلته فيه افاده، وان شاء الله كل حلقه جايه ان شاء الله تكون كويسة ومفيدة للنادي الأهلي. طبعا برضو بشكر طبعا كابتن أبو جبل النهاردة عشان ادى 3 نقط لنادي الزمالك، ودي حاجة متوقعة طبعا. زي كابتن جنش طبعا برضو لما كان نفس الكلام، كان بيجي قدامنا احنا وبيحسسنا ان هو بوفون. وقدام الزمالك طبعا معروف. كابتن ابو جبل طبعا برضو في الماتش الاولاني اللي هو بتاع موديرن اللي احنا تعادلنا فيه 2-2، كان سبايدر مان في الجون يعني. والنهارده الحمد لله كرة بتتشاط لو حارس مرمى مبتدئ هيصدها. فانا بشكره طبعا عشان ادي 3 نقط للزمالك وخلاه لسه في الجدول، لسه في الترتيب الاولاني يعني. وبشكركم على الفترة اللي انا اتكلمت فيها، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله الايام الجايه ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات كويسة، ونجيب اخبار كويسه سواء للنادي الاهلي او للزمالك او للاسماعيلي او للمحله او للمصري او للاتحاد او لبيراميدز عفوا، او اي اخبار كويسه. وان شاء الله الحلقه الجايه برضو هنتكلم على كابتن زيزو والمهزله اللي حصلت من جماهير الزمالك واللي ما فيش حد خد فيها اي قرار ولا اي حاجه، وربنا يسهل ان شاء الله. الحلقه الجايه باذن الله تعالى تكون عن كابتن زيزو نجم النادي الاهلي، واللي هو يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يكون مصدر سعاده لجماهير النادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله. شكرا، سلام عليكم.